السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي مرقة البامية. هاي المرقة أغلب العراقيين يحبوها وكلش طيبة. عندي هنا تقريبا كيلو من البامية، راح أقطع بس راس البامية شفت شي بسيط. وهنا البامية أنا غسلتها وحضرتها. وهنا الطماطة قطعتها قطع كبار، رشيت عليها شوية ملح بس تذبل، عصرتها بدية وصفيتها بالمصفي، طلعت روحها. أنا أحب أستخدم هاي الطريقة مال أمهاتنا قبل. إذا تحبون تستخدمون الخلاط هاي الشي بعد بكيفكم. وهنا جبت اللحم مسلوق، راح احمسه حمسه بسيطه ويا الثوم، وبعدين اخلي الباميه وشويه بصل يعطي نكهه طيبه، يعني شيء بسيط، صح هو غريب بس بسيط. وبعدين درت شويه من مي اللحم بس تذبل عندنا الباميه. اجي اضيف المعجون بعد ما نشف المي اللحم، واحمسه حمسه بسيطه، وادير عليه مي الطماطه وباقي مي اللحم، واخليه على نار عاليه بس تفور ويانا. اقلل النار واضيف باقي مي اللحم. وهناك ذوقتها وحسيتها تحتاج شوية حموضة لأن الطماطم مو كلش حامضة، فدرت شوية لمندوزي وخليتها على نار هادئة إلى أن سبكت ويانا وصارت عندنا ثخينة. وبعدها راح أطبخ التمن. عندي مي مغلي عليه ملح، راح أخلي عليه تمن منقع تقريبا ساعة، وبعد ما يفور عندنا الرز نصفيه ونخليه بالجدر ونضيف عليه الزيت ونقلبه وخليه يتهدر على كيفه. هنا راح أصب لكم البامية، شوفوها شلون طيبة، والرز عندنا نثري، واحلى بامية عراقية ويا التمن النثري واللحم مايع ويجنن. ان شاء الله يا رب تجربوها، وبألف عافية عليكم وفي امان الله.